اسماعيلية مشهورة بالمانجا، فعشان كده عندهم المهرجان السنوي للمانجا. أحلى مانجا تلاقيها في اسماعيلية. عملوا المانجا مهرجان، ليهم كام سنة كده بيعملوا مهرجان المانجا، وبتروح هناك تشوف بقى ايه المانجا العويسي الاسماعيلاوي مش عارف السكري، كل انواع المانجا من حقهم. المانجا بتاعتهم والمهرجان بتاعهم. احنا كسويسة قلودين قوي، قلودين جدا. نعمل ايه؟ نعمل مهرجان للاسماك، مهرجان السويس للاسماك. ده ايه المهرجان الزفر ده؟ يعني نسمي المهرجان مهرجان الشخرم، مهرجان البوري. طب ما كل الناس عندها اسماك، ما اسكندريه عندها اسماك بحر متوسط، وبورسعيد عندهم اسماك. محدش ليه فكر يعمل مهرجان الاسماك عندهم؟ لان هل الاسماك محتاجه مهرجانات؟ قرعه وبتتباع بشعر بنت اختها. الناس بتعمل مهرجان للفنون، مهرجان المسرح، مهرجان الافلام القصيره، مهرجان الرسومات، مهرجان للفولكلور الشعبي سمسميه لكن نعمل مهرجان للاسماك؟ هو السمك محتاج مهرجان؟ مين اللي بيفكر لكم يا جماعه؟ لا يا سويسه بجد انا عايز اعرف مين اللي بيفكر لكم. يعني فكره مين؟ هاتولنا السبب، يعني هاتولنا اللي عمل. طب المكتب الفني مثلا هو اللي فكر في يعني فكر لكم في ايه الاسم؟ ايه مش فاهم ايه الفكره؟ ايه اللي يخلينا نعمل مهرجان زفر كده؟ هي السويس فيها اسماك اصلا؟ ما احنا كلنا عارفين اللي فيها. الطرحه بتطلع على القاهره على طول، احنا ما بنشوفش حاجه. التجار بياخدوا الطرحه كلها، احنا ما بنشوفش اسماك في السويس. تعال عدي كده في كمين ال109 هتبص تلاقيه كله ريحته زفر. ايه يا عم؟ يقول لك ايه، العربيات طالعه محمله الاسماك كلها اللي بتطلع من البحر على طول طالع على القاهره. فين الاسماك اللي في السويس؟ احنا كسويسه بنروح نشتري من القاهره عشان التجار بياخدوا المركب كلها، بياخدوا الطرحه كلها. مهرجان اسماك ايه يا جماعه اللي انتوا فيه ده؟ يعني البلد ما فيهاش فنون؟ البلد ما فيهاش فنون؟ البلد ما فيهاش حاجه غير الاسماك؟ اسماك ايه؟ ما كل الناس عندها اسماك، ما حدش بيعمل كده، ما حدش بيفكر نفس تفكيرنا ده. يا جماعه مين اللي بيفكر لكم؟ مين اللي عمل المهرجان الزفر ده؟ يعني ده مهرجان الاسماك ريحته زفره، ريحته زفره يا جماعه. مين ابن حميدو اللي فكر لكم؟ وانتوا ازاي تسمعوا له؟ لا حول ولا قوه الا بالله.